ماشي غير اليوم خيي الله لي بلاصتنا دايرين هذا الوحانه ويجوا يقعدوا منا ونقعدوا نسخنوا. وعلاه المناطق هنا المناطق المجاوره كاع عندهم زرعنا نهار كامل وحنا نطمحوا في الطرقان على جال الغاز. من 62 انا قاعدين بلا غاز، والغاز فايت منا. كي تبدا في الفوط يجوا يتجاروا بالطونابيلات هنا، منين ياخذوا صوالحهم ما يزيدوش يدوروا. يزداد الطلب على قارورات غاز البوتان خاصة في فصل الشتاء في منطقة الأرض البيضاء بشطية، أين استنجد أهالي المنطقة بقناة رصد الميدان لنقل انشغالاتهم. هالقرية هذه أنا من الاستقلال من 62 أنا قاعدين بلا غاز، والغاز فايت منا. ما كاش غير مش بعيد حتى ب 500 متر. على كل حال ما كاش ما عندناش الاخر الغاز، ما كاش. الأرض البيضاء هذه كآخر إحصاء، الإحصاء الأخير وصلت ل 20,000 نسمة. 20,000 نسمة الأرض البيضاء هذه نقدروا نقولوا مش من مناطق الظل، راهي من مناطق الظلام، بالرغم انها ما تبعدش بزاف على مركز المدينه، يعني واحد بضع كيلومترات، بصح راهي منسيه من كل المرافق. على راسها الغاز الطبيعي، يعني شفنا كيف المعاناه تاع الناس وتاع السكان وتاع الساكنه هنايا مع القارورات البوطان، يعني ساعات يجينا ساعات ما يجيناش، خاصه في فصل يعني الشتاء كارثه، يعني تضاعف المعاناه. وشوفنا يعني العائلات، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مش واصل، راهي يستعمل يعني الحطب ويدير على الحطب باش يدير الاكل تاعو ولا يدير الخبز تاعو، خاصه العائلات. وساعات هنا يجونا اصحاب لي كاميون، ساعات يجونا ساعات ما يجوناش، ساعات نعيطوا لهم، ساعات الواحد اللي عنده سياره او يرفد سيارته ويروح يحوس على الغاز، اللي ما عندوش راه يستنى ولا يوصي جارو ولا كذا. المهم معاناه كبيره. احنا رانا ناشدنا يعني السلطات المحليه على راسها السيد الوالي وكذلك المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي، يعني لكن لا حياه لمن تنادي. شوف هذه الارض البيضاء هي المحقورة في شلف ولا بلديه الشطيه كومبلي عندهم الغاز، الشطيه كومبلي. القريه خد منها القديم وزادوا عاودوا لها، وهنا مسيه ديريكت. كي تبدا في الفوط يجوا يتجاروا بالطونابيلات هنا، منين ياخذوا صوالحهم ما يزيدوش يدوروا. وكل ما نشتكوا يقول لك العام هذا جديد، العام هذا جديد، راكم رانا حنديروكم، رانا نخرجوكم. راهي ما زالت رانا في قرون ما زلنا في الميزانيه تاع الغاز. الا انا ماناش ولاد الجزائر كان عطوكم من الوسم روح. هذه المنطقه على بالك بلي اقدم من البلديه تاع الشطيه. هذه راهي في 200 سنه هنايا، جدودنا زايدين هنا، وما زلنا نعانوا غير على جال الغاز هذا كل يوم. والميار اللي فاتوا على البلديه تاع الشطيه كاع رحنا ليهم، وكاع يقول لك الدوسيره فوق الطابله، ونهار التالي والله واحد ما جالينا. ماناش عارفين لا رانا خارجين المنطقه تاع الجزائر، ماناش عارف كيفاه. اقدم منطقه في شلف ليه. هذا الشعب كاع هذا كاع ما يستاهلش، نصهم هنايا كاع كاين شهداء وكاع جنود وبكري وكاع. وين راه حقهم هذو؟ وشحال نبعدوا على بلديه الشلف؟ ما 3 كيلو. وشحال نبعد على بلديه الشطيه؟ ما 3 كيلو. وكاع عندهم مناطق هنا 200 متر كاع عندهم الغاز، وهذه المنطقه ما عندهاش. كي تروح يدخلوك ويصنت لك يقول لك ها الدوسي فوق اسمه، بالك الشهر هذا ولا الشهر الاخر ندخلوا عندكم. والله ما شلنا حاجه يا ودي. الولايه داروا لها براوات، راحوا ليها، حتى الوالي اللي قبل هذا الله اعلم، مانيش عارف هذا لا جديد ولا جا هنايا وهضروا معاه وكاع وما كان والو. مع من تهدر اللي ما تكونش عنده شواسوا قدوريه ما كاش اللي يدير نقليكا. وهذه هي البلاد تاعنا. غير كاش ما كاش على الشعب شي يقول يمسحوها كاع في الرئيس الحمد لله راه يدير، راه يخدم، بصح وين راه اللي ينفذوا هذا ما ينفذوش. نناشد السلطات المحليه على راسها والي الولايه بالتدخل العاجل في تزويدنا بالغاز الطبيعي. ما يخفاكمش باللي منطقه الحضر هذه من اعرق المناطق على مستوى ولايه شلف. زيد منطقه الحضر هذه عانينا من ويلات الارهاب وما بغيناش نروحوا.
وقعدنا هنا ولا بليبار تاع المنطقه هنايا مسلحين في الوقت اللي كانوا الناس مغبونين. احنا احتاجونا هنايا وقعدنا هنا وما بغيناش نروحوا. زيد ما يخفالكش باللي المنطقه هذه جايه هابطه في فصل الشتاء. الصباح درجه البروده تكون درجه 2 درجه، اولادنا راهم يعانوا. زيد عندنا ليكول هنا المدرسه الابتدائيه نروحوا ليها اولادنا مساكين يصطفقوا بالبرد. كيف بغيتوا ولادنا حنايا يعطي لك روندمون ولا يروندي لك ولا هكذا؟ رانا كامل حنا نطمعوا في الطريق على جال قلعه تاع غاز وما نسيبوش. الى هداكم ربي ديروا لنا الغاز ورانا والنار رانا نقدوها في الليل وفي النهار من حيث يبان الحال وحنا شاعلين النار. الذراري يسخنوا ما يطير لهم نار، يروحوا يقراو ساكن بردانين. ما كان حتى معيشه رانا عايشينها كي ما كاش الغاز. اله هداكم ربي وربي يجازيكم ديروا لنا الغاز. احنا قاويين بقعه قاويه وراه يخصنا الغاز وما طارناش. اله هداكم ربي يديروا لنا الغاز. يا ودي ولا موش عارفين ورقنا شايفين ورا عارف. وانا اش نقول وليدي؟ ها رانا مغابين، ها رانا نوقفوا مع الغاز نحموا يدينا وجثه قاعده تصطفق. ها راه إلا داهم ربي وربي يعاونهم ان شاء الله ويعمر جيابهم ويزين ايامهم ويطيب كلامهم ان شاء الله. يعاونونا في هذا الغاز يجيبوه لنا. يا ودي ما بقينا عيشه بالحراء، وليداتنا يريحوا شويه وما احنا منا طمعين بالدنيا خي والله. لا خي ربي يهديكم ان شاء الله. بعد الاستماع إلى قاطنة المنطقة تقربنا من رئيس بلدية الشطية لتنوير الرأي العام بشأن قضية الغاز في بقع الأرض البيضاء. نشكر قناة الرصد الميدان على هذه الفرصة لتوضيح فيما يخص مشكل الغاز الطبيعي في منطقة الأرض البيضاء. بعد الشكاوي المتكررة من منطقة الأرض البيضاء والسكان خاصة بقعة الحضر، سافكتور، طقاخشة، البستيان والشنابر. بعد الشكاوي المتكررة تمت مراسلة السيد الولي، وكذا تمت مراسلة مدير الطاقة والمناجم. حتى مدير الطاقة والمناجم بدورها تمت مراسلة الوزارة المعنية فيما يخص سبب تأخر ربط هذه البقع بالغاز الطبيعي. المشكل هو المطروح لإنشاء محطة هذه المبلغ تاعها يفوق 50 مليار سنتيم، وهذا المشروع قطاعي يفوق ميزانية البلدية والولاية. يعني نبشر ان شاء الله سكان المنطقه ان دراسه خاصه بالمحطه تمت الحمد لله. ننتظروا فيما يخص المستقبل القريب ان شاء الله تخصيص وبرمجه الغلاف المالي الخاص بهذا المشروع. مشكل الوعود الكاذبه في الولايه وعدم استقرار الولاة أضحى من التجارب التي يئس منها سكان المنطقة